نحن لا نحب اللهو والتسالي ولا الحب الأجوف ومن صدقه خالي. ولو قام المدعي على ما يدعي بالقسم فإنه سفينة نجاة عند الحرام. تحري كلام الصدق بإعلام، فنحن نأتي بالبرهان العملي لأقواله، بالحجة البينة ومنطق كلامي، المنطق الذي يواكب تصوري وخيالي. لا تستقيم أي علاقة فيها غموض، وأي غموض يحطمه بريق نهاري. وأنا الذي بالشفافية أشتهر، وكما الكتاب المفتوح للمبصر من أقوامي. ولكن ضعاف البصر والمخسرين لم يقوموا بالوزن ومعرفة مقامي. وجوهر الإنسان في المواقف يظهر كما يظهر القمر في حالة الظلام. فمجرد الادعاء بالكلام لا يكفي، بل سرعة الاستجابة لطلب من يعاني. فبأي منطق للغريق في البحر نقول: ها هو طوق النجاة فاصبر ثواني. وفيها نراه يشهق ويغرق ويغوص في أعماق التجاهل دون أن نبالي. إن الطوق في يدك، تقديم ما لديك لو كنت صادق وأنا لديك غالي. الطوق الذي ينقذ شك النفس ويدعم جسور الثقة ورأب الصدع بكيان. كلمات الشاعر محمد البستاني.